غسالتك ما بتنضفش، غسالتك كده متطربه ومتبهدله وعايزه ليها كده تنظيفه ودوره حلوه، وعايزاها كده تنضف الغسيل وتخلي الغسيل كده بيبرق، يبقى لازم تشوفي الفيديو ده. بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تصلي على الحبيب المصطفى وتذكري الله وتشتركي في القناة على اليوتيوب، ولو انت على الفيس ما تنسيش تعملي متابعة. ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة بيتكلم عن ايه. تعالي بينا النهاردة بقى هننضف الغسالة كده ونعمل لها دورة غسيل كده نظيفة علشان الغسالة تنضف معانا الغسيل. انا كده سألت بتاع الصيانة بتاع الغسالات، قلت له الغسالة بتاعتي ما بتنضفش الغسيل، وحاسة ان هي كده بهتانها والستانلس بتاعها من جوه كده بهتان. فقال لي ايه؟ قال لي هاتي ازازة خل ورشيها على الاستانلس، انا عايزها تنزل على الاستانلس بتاع الغساله، حطيها كده داير ما يدور على الاستانلس بتاع الغساله هو والملح الليمون. قال لي رشيهم كده على الغساله كويس علشان الاستانلس ده بيبقى فيه وبره مش باينه، فالخل والملح الليمون هما اللي بينضفوها. وهتشغلي بتاع تنظيف الحوض، هتعملي دورة تنظيف الحوض وتسيب الغسالة تملي بقى براحتها خالص وتغسل الدورة كلها. وبحط فيها بقى اي مسحوق عندك، مسحوق بقى خلطة غسالة، صابون، اي حاجة، او حتى شوية اريال كده حطهم فيها. شايفين انا حطيت ازازة الخل كلها كده داير ما يدور على الاستانلس، وبدأت ان انا دلوقتي ارش برضو ملح الليمون كده على الاستانلس زي ما انتوا شايفين. صراحة خلى الاستانلس لمع، والوبرة الوبرة دي كلها بانت معايا في الغسيل في الغسالة، هتشوفوها دلوقتي. الغسالة طبعا المية بتتملى نظيفة اهي زي ما انتوا شايفين، الغسالة بتطلع تراب، انا مش عارفة التراب دي جاي منين اصلا. بس بصراحة دورة تنظيف الغسالة ديت، هو قال لي انت بتعمليها كل قد ايه؟ قلت له بصراحة كل فترة. قال لي لا، الدورة دي لازم تتعمل كل شهر. كمان قال لي لازم عشان الغسالة تنضف معاكي كويس ما تقليش الغسيل على الغسالة، ما تحطيش غسيل كتير، وكمان تكتري المسحوق بتاع الغسيل. في ناس بتقوم واخده الغسيل كله او مثلا كميه كبيره من الغسيل حطاها في الغساله، فده بيخلي الغساله ما تلفش كده كويس، او يبقى فيها كميه كبيره عن الوزن بتاعها، فده ما بينضفش الغسيل. فخدي بالك برضو من الحاجه دي، ان انت ما تكتريش الغسيل. ثانيا الغساله دي بتعوز مسحوق كتير. خلاص كده بقى ديت الغسالة هتنضف نفسها من جوه، لكن الحوض من فوق ده مين اللي هينضفه؟ طبعا الغسالة ما بتنضفش نفسها كده من فوق. فتعالوا بينا بقى هنجيب شوية كده خلطة غسالة. خلطة الغسالة ديت اللي انا بحطها في الغسيل عبارة عن كلوركس الوان، عليها برسيل جل، وعليها صابون مبيض كده. بيبقى جاي على بعضه كده من بتاع الصابون، هو عندنا هنا في البلد بيبيعوه كده، بتبقى اسمها خلطة غسالة. فلو هو مش متوفر عندك في بلدك او في المكان اللي انت فيه، هاتي برسيل جل وكلوركس الوان ومبيض، او هو صابون مبيض كده، او صابون من بتاع الغسالات، وحطيهم على بعض وهيعملوا لك خلطه جميله قوي. شايفين طبق دي طبعا القطعه اللي بتبقى محطوطه في الغساله عشان تشيل الوبره. شايفين الوبر اللي بتبقى جواها؟ هنطلع الوبره دلوقتي، هنفتح القطعه ونطلع الوبر اللي جواها. شايفين الوبر قد ايه؟ شايفين؟ فلازم القطعة دي تتنضف كل فترة علشان خاطر نطلع الوبرة، واي وبرة بعد كده تبقى في الهدوم تقدر ان هي تاخدها، لكن طول ما هي فيها وبرة كتيرة كده هي هتوسخ الهدوم، فاهمين؟ فلازم نعملها كل فترة كده ونشيلها ونعمل لها الدورة ديت كل شهر، على الاقل مرة واحدة بس في الشهر. هو قال لي كده. مسكت بقى انا كده بقى اي حاجه فيها كده وبدات ان انا اشيلها، اي قطع بتشال بدات ان انا اشيلها كده زي ما انتوا شايفين، واغسلها كده بالصابون كويس. غسلت بقى الحوض بتاعها كده من فوق، الابيض ده بيبقى كله تراب كده وبيبقى كله بقع، فممكن تيجي بقى انت تشيل الغسيل من الغساله فيقوم بهدل من الحوض بتاعها كده من فوق. شايفين بقى؟ جبت بقى الليفه كده وبدات ان انا اغسل اي فتحات فيها كده، وكمان جبت الليفه وغسلت كده الصاج بتاعها كده زي ما انتوا شايفين، او الاستانلس بتاعها. اللهم بارك، الغساله بعد ما خلصت الدوره دي الغساله رجعت جديده من جوه، اللهم بارك. طبعا الغساله بتاعتي عايزه صيانه، هو قال لي انا هاجي اعمل لك لها صيانه، قال لي هاجي اعمل لك لها سوفت وير وهيظبط لي التايمر بتاع الميه لانه فيه مشكله. فانا بس غسلتها كده وعملت لها دوره الغسيل اللي هو قال لي عليها وظبطتها لحد بقى ما هو يجي ايه يظبطها لي زي ما انتوا شايفين كده.
غسلتها كده ونضفتها اللهم بارك، ورجعت كده الجهاز مكانه، نضفته وغسلته كويس ورجعته مكانه. ومسكت بقى كده البلاستيك اللي هو اللي فوق ده بيبقى عليه كمية تراب رهيبة، مسكتها بقى كده زي ما انتوا شايفين بالصابونة والليفة. بقيت اجيب كده خلطة حطيت الخلطة في العلبة اللي انا وريتلكوا في الاول، وبدأت ان انا بقى ايه اغسلها كده كويس من جوه ومن بره. ولسه بقى هنشغل الدورة، فهي هتنضف نفسها من جوه. لكن اللي فوق ده غسلتها كويس ومسحتها بالفوطه كده زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك، رجعت نظيفه. وازازه الخل والملح الليمون نضفوا الاستانلس من جوه ورجعوه جديد. لسه ان شاء الله برضو هننضف بالمعالق الاستانلس وهننضف بحاجات كتير. انتظروا الفيديوهات اللي جايه باذن الله. بس يا ريت كده تشجعيني باللايك والاشتراك في القناه والتعليق الجميل بتاعك. مسكت بقى انا الفوطه زي ما انتوا شايفين كده، وبدات ان انا امسح كل الداير الابيض اللي فوق ده عشان تبقى الغسالة نضفت من جوه. وكمان هنمسحها من بره دلوقتي، هنقفل الباب بتاعها كده ونمسحها من بره وننضفها عشان نبقى عملنا لها غسلة متكاملة ودورة كده متكاملة لتنظيف الحوض. فتنضف الغسيل من جوه، وكمان واحنا بنشيل الغسيل منها ما تكونش مطربه ومبهدله. فلو في ملابس بيضه او كده تبهدلها لنا. شايفين بيطلع وبره من الجنوب وبيطلع وبره وترابه من الفتحات الصغيره دي. فانا بدخل فيها طرف الفوطه كده، برفع الفوطه كده وادخلها جوه الحروف اللي انتوا شايفينها دي. اللهم بارك، بتنضف من جوه وبتخلي الدنيا زي الفل. عارفه كده ان انتوا كلكم ستات بيت شاطرين وبتحبوا حاجاتكم نظيفه كده وجميله، فنعمل حاجتنا كده نخليها بتبرق كده ونضيفه، ونحافظ على حاجتنا تفضل لفتره اطول. لان طبعا كل ما اهتميتي بالحاجه ونضفتيها اول باول وراعيتيها وخلاتيها كده نظيفه هتفضل معاكي لفتره اطول. لكن طول ما انت مأهمله في الحاجه وسايباها كده تقولي النهارده بكره النهارده بكره النهارده بكره ومش بتعمليها، طبعا الغسالة هتهلك معاكي وهيبقى شكلها قديم، وهيبقى كأنها عندك ممكن تكون انت متجوزة من سنة او سنتين او من 5 6 سنين، والغسالة عندك بقى كأنها بقالها 20 سنة ومتبهدلة ومتطربة وحالتها ايه لا يسر عدو ولا حبيب. فنحافظ على حاجتنا كده ونخليها دايما نظيفة. خليكي ست بيت شاطرة كده دايما، راعية حاجتك ودايما مخليها حتتك نظيفة، بوتاجازك نظيف، غسالتك نظيفة، كل حاجة كده نظيفة وبتبرق كده. شايفين اللهم بارك الغسالة لسه الدورة ما اشتغلتش، يعني هي ملت لحد ربعها كده وبدأت الاستانلس بتاعها يلمع ازاي والغسالة بدأت تنضف. مسكت بقى انا الفوطة وغسلتها كده كويس من جوه ونضفتها خالص، وخرجت بقى على الغطا بتاع الغسالة ومسكته كده بالفوطة لمعته وخليته فله شمعة منورة كده زي ما انتوا شايفين. هنا برضو بقى ما استكفتش ومسكت الفوطه كده، اي اتربه او اي وبره صغيره كده كانت موجوده في الحتت البيضه ديت. كان في حتت صغيره كده ايدي مش بتوصل لها، فحاولت ان انا اوصل لها كده على قد ما اقدر وخليتها فله كده. ونضفت الوش بتاعها، ده بيبقى واقع مننا ساعات صابون بيبقى واقع مننا، اريال كده وحاجات بتبقى مجيره كده. فاستخدمي نوع ليفه حلو كده تكون بتنضف كويس، ونوع فوطه تكون بتمتص الاتربه كده وبتمتص الوبر كويس. هتخلي معاك الغساله زي الفل. اللهم بارك. سبتها انا بقى كده براحتها خالص لحد ما تخلص دورة الغسيل بتاعتها. هي بتطول شوية، بتقعد بتهيألي من ساعة الا ربع، فسيبيها تخلص براحتها خالص. شايفيني هنا بقى والدورة شغالة كده بتاعة تنظيف الحوض، لون المية بقت عاملة ازاي؟ لون المية بقت معكرة خالص وكلها تراب كده زي ما انتوا شايفين، كأنك حاطة فيها غسيل. طبعا ما كانش فيها اي حاجة خالص. لون المية دي كده من الحاجات اللي بتبقى مركونة، او الوبر المركونة جوه الصاج وجوه الاستانلس اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بعد ما الغسالة اتغسلت اللهم بارك الغسالة رجعت نظيفة كده وجديدة زي الفل، زي القشطة كده بتنور شمعة منورة. اللهم بارك. كده بقى نغسل بقلب جامد كده ونحط الغسيل كده واحنا مبسوطين كده. الغسالة رجعت فلة. نشغل بقى دورة غسالة كده محترمة. شايفين اللهم بارك الغسالة نورت. هنشغل بقى دورة الغسيل العادية خالص اللي هي الدورة بتاعة الغسيل اليومي.
بصراحة انا بغسل الغسيل الابيض بعمل له دورتين غسيل، يعني 12 دقيقة، وبرجع اخليها تقف واعمل له 12 دقيقة كمان، وبعدين تشطف وتعصر بقى براحتها بنفس الصابون والمسحوق. يعني مش بخليها تغير مية، لا، انا بخليها بنفس المسحوق بس بعدها مرتين، يعني بخليها تغسل 24 دقيقة علشان الغسيل بتاع الاطفال ينضف. لكن في الغسيل اللي هو الغوامق والحاجات ديت، انا عادي بعمل لها غسيل 12 دقيقة او تشطف مرتين وتعصر على 5 دقايق. هنا بقى الغسالة ملت كده زي ما انتم شايفين. ضفت بقى المسحوق، انا بحط باهي او اوكسي، اي حاجة ابني بيجيبها لي بحطها، يعني انا ببعته اللي بجيبولي بحطه، الاتنين كويسين. وطبعا دي خلطة الغسالة اللي انا قلتلكوا عليها، دي شكلها اللي هي برسيل جل وكلوريكس الوان ومبيض، بس المبيض بحطه عادي مع الالوان، ومع الفواتح ما بيحصلش اي حاجة. هنا بحط يعني سنة قرور كده بسيطة، يعني حاجة بسيطة كده لا تذكر، ممكن يعني ربع كوباية، حاجة بسيطة خالص علشان بس تنضف لي هدوم الأطفال. لكن في الغوامق ما بحطش قرور خالص. يعني شايفين حطيت كده حرف صغير من الإزاز. أنا بحب أحط المسحوق كده الأول، وبعدين اخليه يرغي كده كويس، وبعدين احط الهدوم زي ما انتوا شايفين. شايفين؟ اللهم بارك، الرغوه كده ماليه الغساله. اهم حاجه تحطي مسحوق كتير كده، وتحطي الخلطات وتحطي الحاجات اللي انا قلتلك عليها ومسحوق كتير. وما تكتريش الغسيل على الغساله علشان الغسيل ينضف. ليه؟ لو مليتي الغساله كده بالهدوم، الهدوم مش هتنضف، وكمان الحمل هيبقى تقيل على الغسالة. فخففي الهدوم كده على الغسالة وكتري المسحوق، واعملي دورة الغسيل بتاع تنظيف الحوض، وان شاء الله الغسالة هتظبط معاكي.